الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكبير الذي اشتملت قدرته كل مقدور، فكل عسير عليه يسير. إنه نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونحن على ذلك من الشاهدين. وأما بعد، معكم الطالب عزوز غفران من قسم التميز لأكاديمية الإتقان لعلوم القرآن والقراءات. جئتكم اليوم بلطيفة مكنوزة من كتاب كوني صحابية للدكتورة حنان لاشين. تمضي الأيام فتأكل من عمرنا ما تأكله، ولا يتبقى لنا إلا تاريخ يحفظه كل منا، ليحسب كم مضى من العمر ويتساءل بفضول عما تبقى، بين لحظات سعيدة وأخرى نتحسر فيها على الزمان الذي نشغله ويشغل فينا الكثير، فنقولها أحيانا وبكل صدق: يا ليتني ولدت في عهد الصحابة. نهرب بتلك الأمنية المستحيلة إلى أحباب عرفناهم من بين سطور السيرة العطرة، فأحببنا فيهم عدل عمر ورفق الصديق وحكمة علي والنور الذي حظي به عثمان والصوت الندي الذي رزق به بلال. ومن الرائع أن تتألق في هذا العهد الطاهر صحابيات رائعات، كل واحدة منهن كوكب دري، وحدها لو تعمقنا في سيرتها لتغيرت أحوالنا نحن النساء، ولكانت كل فتاة مسلمة صحابية بلسان حالها وأفعالها. الثراء نعمة والمال خير، هذا ما كانت تعلمه حبيبتنا يقينا وهي تتجول في حديقة بيتها الكبيرة، تسير بتؤده وحولها الصغار بضحكاتهم البريئة وهم يتنقلون في البستان، والتي أسعدت قلبها فتبسمت وأشارت إليهم. كانت تراقب الثمار وهي تتدلى من الأشجار كاللآلئ الثمينة. لوحة ربانية أبدعها الخالق سبحانه، تجبرك روعتها أن تقول سبحان الله. مدت يدها وقطفت ثمره، واستمتعت عيناها قبل لسانها فحمدت الله. يمر النهار وزوجها يغيب، لكن السعادة لا تغيب عن الدار أبدا، وحتى قلبها الصغير أصبح يتسع بالحب ويتمدد ليسع الجميع كما يسع هذا البستان مئات من النخلات التي يطمع كل تجار المدينة في تمورها الرائعة، ويتحدثون عن روعة هذا البستان والقصر وكل ما حوله. لقد أحبت حقا هذا البستان كثيرا، وأتت لحظات مرت لتشهد كما شهدت الملائكة وشهد كل من كان هناك هذا الحدث، موقف تساقطت فيه دموع طاهرة وسمع صوت بكاء. مر فيها زوجها أبو الدحداح على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع بكاء غلام، علم أنه يتيم فرق قلبه له، ووقف مهتما لأمره وأراد أن يخفف عنه. قال اليتيم بكلمات غلب عليها البكاء ومزقه الحزن: يا رسول الله، كنت أقوم بعمل سور حول بستاني فقطع طريق البناء نخلة هي لجاري، طلبت منه أن يتركها لي أو يبيعني إياها فرفض، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يأتوه بهذا الجار ليسأله، فأتى الجار وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك له النخلة أو يبيعها له فهو يتيم وهذه نخلة، لكنه رفض. وعادت الدموع لعيني اليتيم ونقل نظراته المتوسلة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم وانتظر، فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: بع له النخلة ولك 100 في الجنة. سكت الجميع والكل ينتظر بعد هذا العرض الكريم والبشرى الرائعة أن يوافق فورا، لكنه رفض. عم الحزن واليتيم يبكي، وجلس الجار تحيطه نظرات متعجبة وأخرى مستنكرة،
ومعاتبة، لكنه لم يغير رأيه. واتسع قلب أبي الدحداح وطمع في الجنة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أإن اشتريت تلك النخلة وتركتها للشاب ألي نخلة في الجنة يا رسول الله؟ فأجاب الرسول وهو مستبشر به: نعم. فقال أبو الدحداح للرجل: أتعرف بستاني؟ فقال الرجل: نعم. فقال: بعني نخلتك مقابل بستاني. وتمت البيعة. وانطلق راكضا تسبق دقات قلبه خطواته الواسعة، مناديا زوجته الحبيبة بصوت متقطع رددته جدران المدينة فرحا بهتافه: يا أم الدحداح، اخرجي من البستان فهو لله. قامت من مملكتها ونفضت كفها من الثمار، ومسحت بقايا القضمات من على فم صغارها، وقلبها يلبي: لبيك يا الله. وصاحت مجيبة وطائعة لربها قبل أن تطيع زوجها، دون أن تسأل ودون أن تعترض، وبنفس راضية. وهتفت مؤيدة له على قراره لأنها تعلم يقينا أنه لوجه الله، وقالت بثقة: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع. وخرجت حبيبتنا من بستان الدنيا وانتقلت لبستان الآخرة. فيا لها من صفقة ناجحة، ويا لها من زوجة راضية أعانت زوجها على عمل لوجه الله ولم تلمه على قراره، وحتى إن كان قلبها متعلقا بالبستان. فاخرجي حبيبتي من بساتين الدنيا مهما كانت فاتنة، وتصدقي بشيء تحبينه، وقدميه بين يدي الله بنفس راضية، وتقدمي لبساتين الآخرة وكوني مثلها، كوني صحابية. إحساس رائع أن أمسح بكفي دمعة ألم وأزرع مكانها لمسة أمل، فتشق الابتسامة طريقها بين الدموع، فأفرح لأنني أحسنت العمل. فالله الله يا عباد الله في يتامى المستضعفين من المسلمين، فكن من العاملين، فرمضان يحب المقبلين، حتى تكون من المعتقين. دمتم في سربكم آمنين.